كلنا عارفين ان الانفصال عرفنا ان هو شعور صعب وموجع وكده، بس كمان المشكله مش في الالم، لكن المشكله الحقيقيه انك ممكن تعمل اخطاء تانية بعد الانفصال، اخطاء قاتله، ودي اللي بتخلي عمليه التعافي تاخد وقت اطول وبتزود الالم النفسي. النهارده احنا هنتكلم في الفيديو ده عن اخطر 5 حاجات ممكن تعملها بعد الانفصال، وهنعرف ليه بشكل علمي بتحصل وازاي نتجنبها قبل ما تدمر نفسك. الخطأ الاولاني هو الرومينيشن، او زي ما بيسموه كده الهوس بالماضي، انك تكون لسه بتفكر في كل دقيقه، في كل كلمه اتقالت، في كل موقف حصل، وبتقعد تحلل فيهم وبتعصر في دماغك بشكل يخليك فعلا مهووس بشريكك اللي قبل كده. وده بالظبط اللي عقلنا بيعمله لما يدخل في مود الرومينيشن. المشكله ان التفكير المستمر في الماضي بيزود الاكتئاب والقلق ويخلي قلبك واقف مكانه، واقف عند حته معينه ومش عارف يتحرك. انت لزقت هنا، كل شويه تعيد تفكر وتزيد، وقلقك يزيد واكتئابك يزيد، وفتره تعافيك بتمط منك وانت مش واخد بالك. الحل بتاع الخطأ الاول هو انك انت تجرب المايندفولنس، والتقنيه دي هنتكلم عنها في فيديو جاي ان شاء الله، تقنيه في الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي اللي هو علم النفس المعرفي. الخطأ رقم 2 intermittent contact، التواصل المستمر مع الشخص السابق. تلاقي نفسك كل فتره والتانيه بتبعت رساله، تتصل، تحاول تكلمه من ارقام غريبه، تدخل من حساب تاني فيك، تطمن، تحاول تبعت له. ده اسمه attachment anxiety. انت هنا مش بتبعد عن الماضي، لا، انت بتقوي تعلقك بيه وانت مش واخد بالك. طب ايه الحل؟ حاجه اسمها نو كونتاكت رول، تستخدمها لفتره قصيره وهتلاقي نفسك بتتنفس حريه. هنتكلم عن النو كونتاكت رول دي في فيديو لوحدها. الخطأ رقم 3 بعد الانفصال ريبوند ريليشن شيبس، وهو الدخول في علاقه جديده بسرعه بحجه انك انت عايز تنسى، فبسرعه بتخش في علاقه جديده، وده اللي العلماء بيسموه سيرفيس ليفل اتاتشمنت. المشكله هنا ان العلاقه الجديده اللي انت بتدخلها بسرعه ديت غالبا مش هتحل حاجه ومش هتخليك تنسى بسرعه، بالعكس ممكن تحسسك بنفس الالم تاني من اول وجديد. زي ما شبهنا موضوع التعافي بانك انت واحد دراعه مكسور وبيحاول ان هو يتخانق بيه، لا، كل حاجه بتاخد وقتها. ركز الاول على نفسك ومارس سيلف كومباشن قبل ما تحب حد تاني وتدخل في علاقه تانيه جديده، عشان ما تاذيش نفسك وتاذي اللي انت هتدخل معاه. الخطأ الرابع واللي ناس كتير بتعمله سيلف بليم او اكستراليزيشن، انك انت بتلوم نفسك بشكل مفرط وبتلوم الشخص الاخر. يعني دماغك بتشوف كل حاجه ابيض واسود. هو كل الغلط ده بسببي انا؟ طب كل الغلط ده بسببه هو او بسببها هي؟ ده بيولد حاجه اسمها cognitive distortions. طب الحل نعمل ايه؟ نعمل cognitive reframing. الخطأ الخامس واكثرهم شهرة social withdrawal، انك انت تنعزل اجتماعيا عن اللي حواليك، تنعزل تماما عن اصحابك واصدقائك والسوشيال لايف بتاعتك، وتنسحب من كل الناس كانك عايش في جزيره لوحدك. وللاسف ده بيأثر على قوه تحملك النفسيه psychological resilience. والحل هنا معروف طبعا، انك تحاول تحافظ على علاقات صحيه قد ما تقدر، حتى اي نشاط بسيط مع اصحابك او عيلتك او اصدقائك او اي حد انت بتحبه حواليك، لكن ما تنعزلش اجتماعيا عن الناس. انت ممكن تاخد هدنه، بس انعزال سوشيال ويثدرول خطأ خطير جدا. في بعض الاخطاء ديت مش كل الناس بتعملها بالتساوي. يعني مثلا هتلاقي اغلب اللي بيدخلوا في علاقات سريعه ريبوندنج ريليشن شيب هم الشباب، لان مشكلتهم دايما بعد الخروج من الانفصال ان هو بيكون عنده خوف متعلق ان هو ممكن ما يعرفش يدخل في علاقه، فبتلاقيه دخل في علاقات كتيره بسرعه. البنات هم دايما اللي بيعملوا السوشيال ويثدرول. خلاصه الكلام ان انا عايز اقول لك الانفصال مش نهايه العالم، يا مكان باب جديد لحياه جديده والقلب جديد مع ناس جديده. لو تجنبت الاخطاء هتقدر تتعافى بشكل اسرع وتبني نفسك من جديد، وبالتالي هتقدر تستقبل علاقه صحيه واجمل من اللي فاتت فيما بعد. استنوا الفيديوهين الجايين ان شاء الله، يكون واحد منهم بيشرح التقنيات النفسيه اللي انا اتكلمت عنها، اللي هو النو كونتاكت رول والكوجنيتيف ريفريمينج والمايندفولنس. وكمان الفيديو الجاي نتكلم عن اعاده بناء الثقه بالنفس بعد الانفصال. استنوني.